اللي فات اللي قبل ده انا ما طلعتش اتريقت على محمود الزنفولي ولا حاجه، عشان الاهلاويه اللي طالعين يقول لك انت بتتريق عليه ده جه النادي الاهلي خلاص. حابب اقول لك يا حبيبي ان اي حد هيلبس تيشيرت النادي الاهلي اذا كان وحش ولا حلو، انا كسمير وكل الاهلاويه هنقف في ظهره. واحد طالع يقول لي طب ما محمد الشناوي لما جه النادي الاهلي فضلنا نقول عليه وحش وفضلنا نقول عليه اسفت من شريف اكرام. حابب اقول لك ان محمد الشناوي خد فتره قد ايه عشان يبقى محمد الشناوي بتاع النهارده. انت جايب دلوقتي الزنفولي هيقعد معاك 6 شهور اعاره، ولو كويس ممكن تشتريه ولو وحش هتمشيه. فاحنا ليه نجيب واحد في 6 شهور مع ان انت عندك مصطفى شوبير وعندك مصطفى مخلوف وعندك حمزه علاء؟ طلع لي واحد قال لك طب ما حمزه علاء هيروح المنتخب الاولمبي وممكن مصطفى شوبير يصاب. قلت له يا حبيبي طب ما عندك مصطفى مخلوف كويس. قال لك طب ما ممكن يصاب. هو حمزه علاء هيروح يبات مع المنتخب الاولمبي؟ لا اكيد. تعال اقول لك ارقام الزنفولي اللي انا اتكلمت عليه وقلت مش ده اللي المفروض يجي النادي الاهلي. الزنفولي لعب 111 مباراه، دخل مرماه 149 هدف، طلع بشباك نظيفه 33 مباراه. الموسم ده بس لعب مع الداخليه 11 مباراه، دخل خلالهم 15 هدف، طلع بشباك نظيفه في 5 مباريات. فاي حد هيلبس تيشيرت النادي الاهلي احنا هنقف في ظهره وهنفضل ندعمه. كل الفكره ان الحارس ده جاي علشان اعوض مكان الشناوي. اول ما الشناوي يرجع من الاصابه الحارس ده هيرجع تاني، اذا كان جاي بديل لمصطفى شوبير ولا هيلعب اساسي على مصطفى شوبير. كل الفكره اللي انا اتكلمت فيها ان مصطفى شوبير كان هو المفروض ياخدوا الفرصه، واحنا عندنا حراس كويسين. مش معنى ان هم صغيرين في السن يبقى اخرام، لا والله، ممكن يكون الصغير في السن ده افضل من اي حارس كبير دلوقتي. دي كل الفكره اللي انا بتكلم عليه. انما الزنفولي هيلبس تيشيرت النادي الاهلي احنا هندعم الزنفولي وهندعم اي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي لو هو مين. فما تطلعش تهلل بقى وتغلط، عشان انت لو غلطت وزودت في الغلط هحط عليك وانا لساني زفر. وقله الادب مفيش اسهل منها، فهمني ولا ايه؟ فما تطلعش تهلل عشان رايي مش زي رايك تطلع تهلل وتقول انت لسه بتاع امبارح. ممكن يكون بتاع امبارح بس افضل منك بكتير، ممكن يكون اصغر منك في السن وانت اكبر مني في السن بس بفهم اكتر منك. مش بالسن والله يا حبيبي، ولا بتاع امبارح ولا بتاع السنه اللي فاتت، بالفهم. ممكن يكون انت غبي وانا عندي ذكاء اكتر منك، فهمت بقى؟ فما تطلعش عشان رايي مختلف عن رايك تطلع تهلل بس كده. يلا سلام.